اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. النهارده هنعمل معاكم وصفة رز الصيادية راس الصيادية. راس الصيادية بطريقة الشيف ماما روز، طعمه يكنن. واللي وصل لحد هنا منساش يعمل لايك واشتراك ويفعل زر الجرس عشان اول لما ننزل فيديو تبقى اول ناس تشوفوه. هاي يلا بسرعة، انا شايفاكوا على فكرة، يلا اعملوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. وصفة جديدة من وصفات روز، واللي لسه ما يعرفنيش انا روز، ودي قناتي قناة يوميات روز. ودو قدمت لكم المقدمة كالعادة، ربنا يبارك فيها ويحميها، وقالت لكم النهاردة ان احنا هنعمل رز الصيادية بطريقة روز. بقى هتجيبي شوية الرز المصري بتاعك العادي وتغسليه غسلة كويسة جدا. في اي حاجة يعني مش كويسة طلعيها ونقيه كويس، وبعد كده اغسليه غسلة كويسة. والرز يعني منقوع حوالي ساعة لساعتين، انقعيه بس من ساعة لساعتين، هتلاقي الحباية نفشت ابيضت، بقى لونه جميل كده وابيض، يعني بياض شاهق كمان ما شاء الله لا قوة الا بالله. بتسيبيه منقوع جنبك، بتبدأي بقى تدخلي على الوصفة. بتعملي هاتي البصلة بتاعتك يا قمر، وبسرعة بسرعة هنقطع البصلة. هتسيبي البصلة على النار تتكرمل، انا عايزة البصلة تتكرمل توصل للون البني. اللون البني هيخليكي تاخدي احلى لون لحبة الرز، والطعم بتاعهم هيبقى طعميتهم تجنن. حبايبي واخواتي في الله، الرز ده سهل جدا وجميل جدا. التركايه بتاعته اللي هتخلي له طعم يجنن هقول لكم عليها دلوقتي. تنزلي بقى بعد ما البصله توصل للون البني الحلو ده، هننزل عليها بالرز المنقوع المصري بتاعنا العادي خالص. وقبل ما اقلب الرز هنزل عليه بالبهارات بتاعته. يا سلام بقى ويا حبذا لو عندك هريسه شطه، وهتنزلي عليه بمعلقه من هريسه الشطه اللي عندك. لو ما عندكيش هريسه شطه هتحط عليه معلقتين فصين من الثوم بس مهروسين. البهاريه بقى كمون كزبره بابريكا فلفل اسمر، الملح بتاعك ظبطيه، وروحي حاطه نص معلقه هريسه الشطه او فصين الثوم، هيودوه في مكان تاني. بس هقلب الرز بتاعي وهغطي بقى عليه يتشرب الميه بتاعته دهيت. وبعد كده لما يتشرب الميه اوطي عليه واسيبه بقى يستوي على نار هاديه لمده ربع ساعه. وبس كده بس كده بس كده. وده الرز بتاعنا القمر الجميل، رز الصياديه المشهور اللي احنا بنعمله جنب اي سمك مشوي. هروح بقى على الحوض تاني المره التانيه، اغسل بقى السمك القمر بتاعي ده. طبعا السمك شوياه، كنت شويه السمك ده المشوي ما فيهوش اي افتكاسات، عشان كده انا ما صورتلكوش وما حبيتش اطول عليكم الفيديو بتاع السمك. عملت في السمك، غسلته غسله كويسه، وبعد ما شطفته كده بروح بقى حطاه في الرده او في النخاله زي ما بتسموها. اغطي بقى السمك بتاعي ده بالرده او بالنخاله. انا كان عندي في اليوم ده نوعين سمك، البلطي والنوع الرنجه ديت، وساعات قمر بوري، اي نوع بيتشوى زيه زي اي سمك بيتشوى. بتغطيه بالنخاله وبتروحي مدخلاه الفرن او على صاجه وبتشويه. شويناه قبل كده في القناه. الرز بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه اللون الجميل ده، ايه الفلفله الحلوه دي، ايه الخطره دي، ايه اللذاذه دي، طعمتها تجنن. تعالوا بقى دو خلاص. بتشقطني السلطه عشان نعمل السلطه. ندخل بقى على عمايل السلطه. وادي الطماطم والخيار والخضار بتاعي القمر غسله كويسه، وهنزل عليه بالتقطيع الجميل. غمضوا عينيكم وفتحهم، الخضار كده اتقطع. هروح مبهراه البهار الجميل، ولو عندك برضو معلقه هريسه شطه حطيها، ما عندكيش بهاريه البهار العادي اللي بتحبيه، مع معلقه خل وعصره ليمونه ورشه زيت. انا ببقى احب احط زيت زيتون بس كان خلصان. عامه الزيت الموجود والمتاح حطيه.
شايفين السلطة؟ بصراحة الأكلة ديت جربوها عشان هي طعمها جميل جدا. مفيش يامي 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 يامي؟ جربوها مش هتندموا. يلا بسرعة. دو يا جماعه مش من عشاق السمك قوي يعني، بس صراحه حبه الرز ده. قالت لي يا ماما اعملي منه دايما. انا ببقى اعمل رز اللي هو الملون، حبايه بني وحبايه بيضه. بس كده الرز بتاعي خلص، السمك اتشوى. طبعا الاكله دي بحب اعملها يوم التسويق، يوم ما بكون رايحه السوق واجيب طلبات. ليه؟ لان الطلبات بتبقى مرهقه في اليوم ده. بمسح التلاجة هقول لكم اليوم ده وهعمل لكم فيديو مخصص ليه، هتشوفوا قد ايه انا في اليوم ده الواحد فعلا بيتعب. اي ست بيت بتنزل السوق تجيب طلباتها وبترجع بتبقى منهمكه جدا، غير ما انها تستف لسه الخضار بتاعها. فانا عملت الاكله